السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني كتير 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 من آخر فيديو عملناه مع بعضينا. النهارده إن شاء الله جايين بفيديو جديد كده ويوم جديد مختلف خالص 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 وجميل. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم. اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. إن شاء الله كده جايين بتفريزات بقى لرمضان علشان بقى إيه، نعمل شوية مخلّلات حلوة كده ونتوكّل على الله ونعمل حاجات جميلة. بس بالله عليكم عايزة بقى كومنتات كتير ولايكات كتير عشان الفيديو ده أنا تعبت فيه جدًا، 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 جدًا. فمحتاجة منكم إن أنتم بس يعني تساعدوني كده يعني وتخلّوني بقى إيه، يعني تخلّوا الفيديو بتاعي يوصل يعني لأعلى نسبة مشاهدة بعد إذنكم. مش عايزة ترند يا جماعة والله. بس عايزة العادي يعني. بُصّوا، نسمّي كده بسم الله. أنا أول حاجة عملتها، أنا هاعمل بصل مخلِّل. فده أول حاجة أنا باعمله، باجيب اللي هو البصل الصغير دوّة تمام، وباقطّعه باحطّه في كروانة يعني وأملى مَيّة سخنة تمام، وأحطّه فيها. واسيبه بقى، يعني ده إيه، في الآخر هنرجع له خالص بقى، يعني فاهمين إزاي؟ بابتدي بقى إن أنا أعمل كل حاجة وفي الآخر وأنا باعمل المخلّلات هنبقى ناخده، فاهمين إزاي؟ إن هو يبقى إيه، يستوي كده نُص سِوَى كده ويبقى تمام معانا. جِبت بقى هنا كرنبيتين كده حلوين. يعني أنصحكم ما تجيبوش الكرنب اللي هو الكبير أوي دوّة، لإن إيه، بُصّوا، أنا بامسك الكرنب دوّة باقطّعه يعني زي ما أنتم شايفين كده، باطلّع الحتّة اللي فوق دي وأحطّه كلّه كده في الحلة. لمّا بنيجي نعمل يا بنات بنجيب الكرنباية اللي هي الكبيرة أوي دي، ما بتخشش في الحلة وبنضطر إن إحنا نقطّع الأوراق كلّها وبتبقى غلبة بصراحة وبتاخد معانا فترة ووقت كبير جدًا، جدًا، فاهمين إزاي؟ حبيب قلبي طبعًا القلقاس، أنا ب ب باعشق القلقاس دوّة. فاهمين؟ فجِبت برضه كده، يعني جِبت على قدّي وما فيش حد في البيت عندي بياكل يعني غيري. فقُلت بقى إيه، أفرّزه برضه لنفسي يا جماعة، ما أنا نِفْسي آكل برضه قلقاس. اللي هو ده من العشق يعني. المهم جِبت كده إيه، واحدة كده مناسبة يعني تمام. قطّعتها كده. أنا من النوع في القلقاس ده يعني زي ما قُلت لكم كده، إن أنا باحب أغسله، لإن أنا لو ما غسلتوش والله يا بنات أنا مش هاكله، فاهمين إزاي؟ لإن أنا باحب إيه، إن أنا أغسله غسلة كده محترمة. وهنخلّي القلقاس ده يعني مش أكتر من إن إحنا نحطّه في الحلة بالسلق بتاعه بكل حاجة تمام، نحط بس عليه الشوربة، مش أكتر من كده، ولا تعب بقى ولا غسيل ولا وقفة ولا تمسكي وتقطّعيه ولا تعملي أي حاجة خالص من الكلام دوّة، لأ خالص يعني، فاهمين إزاي؟ بس، فأنا باحب بقى إن أنا إيه، أغسله كده وأخلّيه زي الفل. هم في ناس كتير أوي يعني تقول لِك لأ المادة اللزجة دي بتبقى يعني كويسة و ويعني مفيدة وللجسم والكلام ده، أنا مش عارفة، أنا ما احبوش أبدًا بصراحة يا بنات. فأنا يعني إيه، باحب أكتر إن هو يبقى إيه، يعني يبقى مغسول. أنا كمان ما آكلوش من عند حد أبدًا انسوا. بس قطّعته كده برضه إيه، يعني بتقطّعيه شبه البطاطس كده مكعبات يعني كده أهو. ويتغسل بقى غسلة حلوة. أنا باحطه تحت المَيّة باغسله تمام، بالمَيّة الأول بعد ما باقطّعه، باغسله بالمَيّة الأول، بعد كده باغلي الكاتل وأحط عليه أحط المَيّة السخنة عليه واسيبه شوية، وبعد كده أقلب المَيّة السخنة دي وأفضل أغسل فيه تحت المَيّة كتير، كتير، كتير لحد ما إيه، ما ينضف. وبعد كده باملى الكاتل برضه واسخّنه برضه، وباحط بقى إيه، وباحط عليه مَيّة سخنة، فاهمين إزاي؟ البرطمانات أهي بتاعة المخلّلات أنا طبعًا عقّمتها، غسلتها كده بمَيّة سخنة يعني وكده علشان تبقى إيه، نضيفة يعني وحلوة وكده. هنا بُصّوا زي ما أنتم شايفين أهو، أنا باغسله كتير، 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 وما تخافيش والله العظيم إن هو ولا هيسوَد ولا هيعمل أي حاجة خالص، ما تقلقيش والله يعني لحد آخر كيس والله العظيم بيبقى أبيض وزي الفل. فما تقلقيش يعني أهو زي ما أنتم شُفتوا كده، أنا غسلته غسلة محترمة وحطيت عليه الكاتل تمام كده، وباسيبه بقى حبّة كمان واغسله تاني واحط عليه لحد ما يبقى هو تمام، فاهمين؟ الكرنباية دي يعني اتحشرت في الحلة، والله يا جماعة جايبة أكبر حلة مش عارفة أعمل إيه تاني. المهم يعني أهو عملت كده. أحسن حاجة لمّا تحطّي الكرنباية كلّها في الحلة تمام، وبتبتدي بقى إن أنتِ تسلقي وتطلّعي حبّة، حبّة كده، دي بتبقى أحسن وأفيد ليكِ يعني. أحسن من الإيه، من إن أنتِ تعملي الأوراق كلّها وتفضلي تحطّي حبّة، حبّة، ده يعني غُلب بصراحة، لإن أنا كنت باعمل كده الأول، فلأ يعني دي أحسن.
كده أنا باشوف كده الورقة كده يعني إيه، مش هنسويها طبعًا السِوَى الكامل، لإن هو طول ما بيتحط على بعضه كده وهو سخن هو بيستوي، ولمّا بيتحط كمان في الفريزر دي صغيرة شوية، ولمّا بيتحط في الفريزر برضه بيكمّل سِوَى، فاهمين إزاي؟ فيعني خلّوه إيه وسط، ما تخلّوهوش إن هو مهري، لأ بلاش كده، يعني خلّيه وسط كده يكون كويس، علشان برضه إيه، ما يتهراش مننا خالص وتيجي تطلّعي تيجي تحشي المحشي تحسّي إن هو إيه، يعني مهري كده، فاهمين إزاي؟ لأ إحنا عايزين نطلّع الواحدة بوحدتها كده وتكون كويسة. بعد ما خلّصت خالص الاتنين تمام، رُحت ماسكة بقى إيه، وقّفت السِوَى بتاعها، بتوقّفيه بقى إيه إزاي، اللي هو لمّا بتحطّيه تحت المَيّة يعني وكده، المَيّة الباردة، بتوقّفي السِوَى بتاعها خالص، فاهمين إزاي؟ علشان برضه إيه، طول ما هو في السخونية دي هو بيشغّل سِوَى، فاهمين قصدي إيه؟ بس. هنا بقى جِبت الطماطم دي برضه قُلت نعمل طماطم صلصة. التفريزات دي مهمة جدًا، 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 لإن يا بنات لمّا بنعملها بتسهّل علينا حاجات كتير أوي، يعني أهمها الطماطم الصلصة دي والله العظيم. أنا باحب أعمل الطماطم دي لإن بتسهّل عليّا حاجات كتير أوي، وبعدين عايزين في رمضان برضه ما نبقوش واقفين الوقفة اللي هي بكتير أوي زيادة عن اللزوم، ونعمل برضه شوية مخلّلات كده نحطها تحت جنب الأكل قصدي، بتبقى حلوة يعني والله العظيم. يعني أنا عندي التفريزات ديّة بُصّوا، زي مثلًا كده إيه تورتاية، دخلت عليَّ تورتاية هو بيبقى يوم تعب، بصراحة يوم تعب، تعب يعني، فاهمين؟ بس بصراحة بتبقى حاجة جميلة أوي كده لمّا تلاقي التلاجة بتاعتِك مليانة، وأنتِ بقى إيه، بتفضلي طول الشهر كده بتسحبي من الحاجة كده حبّة، حبّة والمخلّلات كده مترصّصة كده حواليكِ، بتبقى بصراحة حاجة يعني ما شاء الله عليها. هنا حطيت الكزبرة وحتّة تومة وهاحط ملح وفلفل أسود، أنا طبعًا غاسلة القلقاس دي حاجة القلقاس بقى، وقطّعت هنا السلق أهو، وهاحط حبّة مَيّة كده عشان يستوي، تمام، وبادق بقى إيه يالّا بالهون كده ودِب، دِب كده لحد ما يبقى تمام بقى كده وإيه، يعني مضروب كويس، تمام كده، بعزم بقى ما فينا يالّا بينا بس، أهو، وهاحط بقى زي ما أنتم شايفين كده كوباية المَيّة على السلق، هنا حطيت بقى الصلصة كده قطّعتها حتت تمام، وحطيت كوباية مَيّة وحطيت حبّة ملح تمام، وسِبتها بقى تاخد وتدّي مع نفسيها، هنا أهو أنا ده بنجر عندي وحتة شطة، هريسة شطة يعني، عملتها برضه كده، السلق ده سِبته ما السلق ده بُصّوا يعني هوا، فاهمين إزاي؟ يعني اتحط كده شوية مَيّة على النار، تقلّبي فيها تقليبتين كده هيتسلق يعني يعني هيهبط كده ويبقى كويس. تمام كده، أهو خلاص بقى خلّصت كده، ورُحت بقى حاطة اللي إحنا ضربناه في الهون دوّة، التوم بالكزبرة بحتّة سمنة بقى، والريحة ما أوصفلكمش، والله العظيم بتبقى ريحتها جميلة جدًا، جدًا. أخدتها بقى في حتّة سمنة كده وحمّرتها، أهو أدي السلقة أهو، رُحت حاطاها بقى في الكبة معلش آسفة، حطيت في الكبة أهو، تمام، ورُحت ضارباه. خلاص كده هاخلّيه ناعم خالص، خالص، كريمي كده، فاهمين إزاي؟ أهو زي ما أنتم شايفين دلوقتي كده، خلاص وضاربة كمان كده علشان يبقى ناعم خالص. هنا بقى الكزبرة والتومة اللي إحنا حمّرناها هاحط عليهم كلّه، كلّه في بعضه كده تمام، وهاعمل بقى على حسب ما أنا يا بنات هاعمل، يعني مثلًا عملت كام كيس مثلًا 4 أكياس يبقى 4 أكياس سلق، 5 أكياس على حسب بقى، فهمتوا القصة ماشية إزاي؟ كده، ده بقى بيوفّر عليكِ حاجات كتير أوي، 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 يعني لمّا تيجي تنوي كده إن شاء الله تطلّعي قلقاس هتفُكي الكيسة، بتفُكي والكيسة بتاعة السلق هتحطّيهم في الحلة وتحطّي حبّة الشوربة ويبقى كلّه تمام ما فيش أي حاجة خالص. يعني ولا غلبة بقى ولا أي حاجة خالص أهو، بس بُصّوا أنا عملت على 4 أكياس أنا باكله لوحدي، فاهمين إزاي؟ فده بيبقى يعني أنا الأكياس اللي أنا عملتها دي أنا حاسة إن هي كتير عليّا كمان، فاهمين إزاي؟ إن أنا باعمل يا دوبك طبق كده باكل مثلًا نُصّه واللي بيفيض النُص التاني يعني لتاني يوم كده والّا حاجة، فاهمين إزاي؟ بس أنا والله يا بنات أنا حاسة إن أنا يعني دُولة كان المفروض يتعمل على 5 أو 6 كمان أو 6 أكياس، فاهمين إزاي؟ لإن أنا حاسة إن الكيسة مليانة، على أساس إن ما فيش حد بياكل غيري ده كتير عليّا، فاهمين إزاي؟ بس أنا هنا كده عملت 4 هابتدي بقى إن أنا أعمل إيه، 4 سلق كمان، أهو زي ما أنتم شايفين كده. معلش أنا آسفة حاسة إن زوري بيوجعني كده، فكل ما أتكلم حاسة مش عارفة مش متضبطة خالص، بس أهو.
أنا كنت هاربط الكيسة بس أنا نسيت والله يا بنات. هو المفروض يعني إن أنا ما اربطش الكيسة بس نسيت. بس رجعت في كلامي بسرعة، بسرعة. بُصّوا هنا باخد إيه، معلقة، معلقة، معلقة علشان على أساس إن هو يبقى إيه، كُلّه متساوي مع بعض، فاهمين إزاي؟ ما يبقاش كيسة مليانة كُلّها سلق وكيسة تانية لأ، كُلّها ما فيش سلق كويس، فاهمين إزاي؟ كده. بافضل بقى إيه، أقسّم كده بالتساوي على الأكياس اللي أنا عاملاها دي، وابتدي بقى إن أنا إيه، أهو أشوف مثلًا الأكياس اللي فاضية شوية وأوزّع بقى على حسبها يعني. أهو، بس كده، واربط بقى كل كيسة مع بعضيها، دي بقى خلاص كده وتشيلي دماغِك بقى من الدنيا كلّها. بصراحة التفريزات دي مش لرمضان بس والله يا بنات، يعني عادي لو حابة إن أنتِ تعملي تفريزات كل شهر، ده طبعًا بيوفّر عليكِ حاجات كتير جدًا، يعني من أحسن وأفضل الحاجة اللي الواحد وصل لها بجد هي التفريزات ديّة. بُصّوا، هي طبعًا الحاجة الفريش بتبقى طبعًا ليها طعم تاني، بس على أساس إن أنتِ مش بتقولي مثلًا يعني مش مثلًا أنتِ تقولي لأ ده الناس اللي عاملها هي اللي بتعمل كده وخلاص علشان يعني لا والله أبدًا، أنتِ كمان سِت بيت اعمليها، هتوفّر عليكِ وقفة المطبخ، يعني إحنا على قد ما بنقدر بنحاول إن إحنا نعمل إيه، نوفّر على على نفسينا يعني وقفة بتبقى بالساعات على حاجات يعني إيه، كل يوم تُقفي وكل يوم تطبخي وكل يوم تعملي حاجات كتير أوي بتعمليها في يومِك فاهمين إزاي؟ فيعني نُقف يوم ونتعب يوم وبعد كده نرتاح، دي حاجة هتبقى كويسة يعني فاهمين إزاي؟ هنا بقى جِبت الكرنب كده ورُحت قطّعته يا دوبك كده على الإيه، على على يعني اللَّف كده على طول، فاهمينّي إزاي؟ اللي هو لمّا تيجي تطلّعي مثلًا وتعملي مثلًا إيه، على حسب بقى يعني بس أنا باعمل هنا باحب أوي أجيب الصينية دي وأقطّع فيها الكرنب على أساس إن أنا أحُط الغامق لوحده والأبيض لوحده والوسط لوحده، فاهمين إزاي؟ علشان مثلًا لمّا آجي أحُط في العِلَب ما يبقاش كُلّه غامق، كُلّه أبيض، كُلّه مش عارفة وسط، فاهمين إزاي؟ لأ، باحب كده وأنا باقطّع أفرّص كده كل حاجة لوحديها ماشي، علشان خاطر إيه، علشان خاطر يبقى يعني يبقى كُلّه مفروش زي ما أنتم شايفين كده قُدّامي أهو، أنا عملته كده على 3 عِلَب ماشي، أهو. حطيت الغامق، بُصّوا الغامق ده أنا بافرشه من تحت في الحلة، فاهمين؟ لإن إحنا عندنا ما حدش بيحب الغامق أوي دوّة، يعني أنا ما احبّهوش ولا حد عندنا بيحبه، فاهمين إزاي؟ فأنا باحط حبّة من الغامق دوّة على أساس إن أنا لمّا آجي أعمل المحشي أحط من تحت كده أفرش الحلة من تحت اللي هو الورق الغامق دوّة، أنا ما بيبقاش ليه لازمة يعني فباحطه من تحت، تمام؟ باحُط بقى في العلبة، حبّة غامق، حبّة فاتح، حبّة وسط، كده. دي بقى حلاوة الصينية دي إن هي بتبقى الحاجة كلّها قدّامِك، فأنتِ بقى إيه، بتعرفي يعني إيه فين الغامق وفين الفاتح وكده، وأنتِ كمان بتقطّعي وزّعي كده على أساس إن أنتِ تسهّلي عليكِ، أهو عمل معايا 3 أطباق، تمام الحمد لله. خلاص كده هنا بقى طبعًا أنا سلقت الطماطم تمام، بعد كده باحُط بقى بالهاند بلندر كده وأقوم ضاربة بالهاند بلندر بتاعي تمام، دي حاجة سهلة جدًا، بعد كده بابتدي إن أنا أصفّيه، أدي كده عملت الحلّتين أهو، باضربهم كده ضربة كويسة محترمة يعني تمام، الهاند بلندر ده بيوفّر عليكِ حاجات كتير، كتير أحسن من الخلاط بكتير، طبعًا الخلاط مش هيضرب معاكِ في الحلة أولًا، هتاخدي حبّة، حبّة وتصفّي وحبّة، حبّة وتصفّي، يعني شُغلانة. فاهمين إزاي؟ فدي بتوفّر عليكِ حاجات كتير أوي، إن أنتِ بتخلّصي كده في الحلة كده يالّا اضرب كلّه مرّة واحدة، وبعد كده باصفّي علشان إيه التفل اللي فيه يعني وكده، أنا باحب أوي الصلصة بتاعتي تبقى صافية كده وجميلة، يعني فاهمين إزاي؟ ولا بقى فيها بذر ولا فيها مثلًا حتت من من الطماطم يعني ولا الكلام دوّة، لأ خالص، فاهمين؟ أهو. عملت بقى هنا أهو، حطيت اللهم صل على النبي، الطماطم خلاص صفيتها، حطيت حبة زيت، وهنا بقى باحط حبة ملح وفلفل أسود، أسيبها بقى تتسبك شوية، وبعد كده باسيبها في الآخر بقى تبرد وأحطها في الكيس، أهو زي ما أنتم شايفين كده، يالّا بينا بقى، أنا عملت الحلة دي كلها تمام، صلصة، وبعد كده هاعمل بقى الإيه، الخضرة بتاعة المحشي، هنعمل صلصة محشي تبقى جاهزة، أول ما تيجي تعملي المحشي بتاعِك يا دوبك بس تبقى عندِك كل حاجة بقى، فاهمين إزاي؟ يعني ده تاخدي الصلصة بس مش أكتر من إن هي تفُك وتحطيها على الرز، بس أنتِ عاملة فيها كل حاجة، حاطة حطيت حبة حتة سمنة والبصل تمام، وأخدت كده جزء من الصلصة حطيته ملح وفلفل أسود وسِبتها إيه، تتسبِّك شوية، خلاص كده، وبعد كده قطّعت بقى خضرة المحشي كلّها
ماشي، وايه وحطيتها جواه كده بقى، تبقى يعني وتسيبها تتسبك شويه اهي زي ما انتم شايفين كده. مش هتعملي اي حاجه في المحشي غير ان حضرتك تطلعي علبه المحشي اللي انت عاملاها دي مع كيس الصلصه بتاع المحشي، وتحطيهم على بعض وتبتدي ان انت تحشي. وخلاص كده يبقى انت عندك كل حاجه. ما تقوليش بقى يا عايزه خضره محشي عشان اعمل محشي، لا عايزه كرنبايه واسلقها، عايزه مش عارفه اضرب صلصه عشان مش عارفه ايه، لا كل حاجه بتبقى جاهزه عندك والدنيا تمام تمام تمام. لو حابه ان انت تطلعي الكيس وتسخنيه تمام وتحطيه على الرز مفيش اي مشكله. يلا بينا بقى نبتدي على المخللات كده ان شاء الله. يلا بينا. هنا بقى ال البصل اللي انا قلت لكم عليه ده، خلاص انا صفيت بقى الميه منه ورحت حاطه بقى البصل في البرطمان. ما تحطيش البصل بالقشر بتاعه وتحطي عليه ميه سخنه، هتاخديه بقى وتيجي تقشري فيه والله العظيم هيغلبك وايدك هتتوسخ والدنيا هتبقى يعني دمار. فاهمين؟ لان هو باش اللهم صل على النبي، القشر بتاعه باش. فاهمين ازاي؟ فهتلاقي ايدك كده اتوسخت وعلى الفاضي. طب وليه؟ طب ما انا اقشره وهو ناشف واحط عليه الميه، وزي ما انتم شايفين كده على نظافه خالص خالص خالص. فضيت الميه بس وشطفته ورحت حاطاه في البرطمان زي الفل تمام كده. هنا بقى جبت خيار تمام وفلفل، وعملت برضو برطمان خيار بالفلفل كده جميل جدا جدا يا بنات. حطيت هنا 3 معالق هرميه على الكوز دوت. طبعا بقى ايه بتعملي بقى كميه كبيره، بس انا حبيت برضو ان انا اوريكم. هنا حطيت كده معلقه هريسه شطه. طبعا هريسه الشطه دي مهمه جدا جدا جدا، بتخليها طعمها تحفه اهو. تمام كده. شويه مخللات بقى بصوا يفتحوا النفس والله العظيم. هنا حطيت حبه كمون كده في الخل. حطيت حبه كمون في الفلفل والخيار تمام، وحته تومه. بس كده زي الفل، وهيطلع احسن خيار واحلى واطعم خيار ممكن تدوقيه في حياتك. والله العظيم هو ما فيهوش اي حاجه خالص، بس يعني التكه اللي هي بتاعت التومه والكمون دي بتخليه في حته تانية خالص. هنا بقى جبت الليمون قضاليا. بس انا يعني انصحكم ان انتوا تجيبوا ليمون العادي، الليمون العادي ده وتعملوه برضو يعني. بس ايه بس انا جبت الليمون القضلي، الليمون الصغير دوت برضو بيبقى احسن بصراحه من دوت، بس انا عندي جوزي يعني بيحب الليمون دوت. تمام. المهم هنا اخدت بقى الليمون دوت. بصي بتقطعيه كده، بتفتحيه كده من فوق اهو زي ما انتم شايفين كده. وبغلي ميه وبحط الليمون فيه، بس ده تفضلي واقفه عليه لحد ما يستوي وتشيليه، عشان الميه دي بتفور وبتنزل على البوتاجاز. المره اللي فاتت ما كنتش واخده بالي تمام، وفار راح نزل لي على البوتاجاز. والله العظيم يا بنات غلبني عقبال ما طلع من البوتاجاز. فاهمين ازاي؟ فعلشان ما يعني تتفادي الكلام دوت، تخليكي واقفه كده كل ما يغلي تفضلي تقلبي كده وتوطي وتهدي النار كده شويه وبعد كده تعليها شويه كده يعني. المهم ان انت تفضلي ايه مهتميه بيه لحد ما يستوي وتشيليه من على النار. تمام كده. طبعا الميه دي هنسيبها زي ما هي. هنا بقى جبت الليفت تمام، قطعته كده برضو حتت بالقطاعه دي جميله جدا، مخليها مشرشره كده وجميله. تمام. شويه مخللات في البيت حاجه يعني عمايل ايدك بتبقى احسن كتير من البيت من بره. والله العظيم من بره بتبقى الدنيا يعني هايصه، وزي ما انتم شايفين حاجه بتبقى في البيت نظيفه وجميله، ويعني بصوا بتبقى حاجه محترمه بصراحه يعني. وما فهمش اي حاجه والله العظيم يا بنات. انا كنت الاول بقعد اقول لا انا مش عارفه والحاجه لا هتبوظ مني، والله ولا هتبوظ ولا هتعمل اي حاجه، ده شويه مخللات هتقطعها تحطيها في البرطمان. السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص وخلصتي على كده. فما تصعبيش عليكي حاجه والله العظيم، وهتطلع من ايدك زي الفل. كفايه انها يعني انت عملتيها بايدك، وكفايه انها نظافه من البيت، وبتبقى حاجه جميله جدا والله العظيم يا بنات. تمام. هنا اهو حطيت بقى ايه احلى حاجه ان انت تجيبي بنجر، بس تجيبيه حاجه يعني ايه بنجرايه حمراء كده وتكون حلوه. تمام. اهو حطيت بقى من غير والله لو ما عندكيش بنجر سيبي بس الحته اللي هي الموف دي هتخليه وردي كده وجميل وطعمه في حته تانية. تمام خلاص كده اهو. شايفين الميه حمراء وجميله ازاي؟ انسوا بقى شويه المخللات دول يستووا ويبقى يا سلام يا سلام يا سلام. يلا بينا نخش على اللي بعده. هنا بقى برضه هحط لها في برطمان كده برستون بقى عشان يبقى كبير في الصغير في الصغير في الصغير.
يلا بينا. هنا بقى انا سبت الحبه التانيين دول عشان هعمل مخلل مشكل. يعني انا اخدت من البصل ومن من الخيار من الفلفل من اللفت، تمام، عشان هعمل حبه مشكلين على جنب كده. ماشي. هنا جبت العصفر، تمام، وعصفر وعليه حبه بركه، تمام كده. وحطيت حبه زيت وخل وملح قصدي، تمام. وهاخد كده الليمونه اهي، الفتحه اللي انت فتحتيها كده، وبترصي بقى في البرطمان، تحشي وترصي في البرطمان لحد تمام، لحد ما يخلص بقى وترصي كله. هتاخدي ميه الليمون، تمام، وتحطي عليها حبه ملح، تمام، وتحطي بقى ايه، وتحطيه في البرطمان، وانسي شويه ليمون هتاكليهم والله هتاكلي صوابعك وراهم. اهو، تمام كده. بس كده. الباقي بقى كان في حبه عصفر كده، رحت حطاهم من على الوش. يلا بينا. قلت بقى نعمل شويه جزر، بشرت حبه جزر، وقلت بقى نعمل برطمان جزر كده حلو برضو. يعني ايه، نغير بقى. عشان أنا كل مره يا بنات ما اكذبش عليكم كنت بعمل البرطمانات دي كلها ما عدا الجزر. فجوزي بقى قال لي طب ما تعمل لنا برطمان جزر، يعني ايه رايك؟ قلت له ايه السلام يا جت على الجزر. رحت جايبه له برطمان وحاطه برطمان جزر، يا سلام. إيه ده يؤمر. بصوا اهو، جبت بقى الخيار كده وفضلت اقطع. هنا انا بعمل ايه، بعمل البرطمان المشكل، تمام كده. بمسك الخيار اقطعها والجزر قطعته وبشرب هو الجزر. حاطه شويه فلفل، حاطه شويه اللهم صل على النبي بصل، تمام. وادي اللفت اهو. انا عامله ده كل ما اعمل حاجه اخد منها حبه وارمي في اللهم صل على النبي في الكروانه دي، اعمل وارمي في الكروانه دي، تمام. هنا كده جبت كرنبيط برضو قطعته حتت صغيره كده. بس بصوا يا بنات، انا غلطت هنا في حاجه، ان انا قطعت الكرنبيط صغير قوي زياده عن اللزوم، لا قطعيه كبير شويه. ماشي كده. اهو حطيت برضو في الخيار ده في الجزر دوت، حطيت عليه ميه سخنه علشان يستوي معايا بسرعه، فاهمين، ما يغيبش في السوى. لو انت عايزه تحطي كده على طول مفيش مشكله برضو. عملت له برطمان صغير كده على قده اهو، واخدت الحبه دول رحت شايلهم برضو حطاهم على الايه، على المشكل. وحطيت حته هريسه شطه، تمام. ويلا بينا. اهو. بس يلا اللي بعده. هنا بقى ادي المخلل الاول مشكل، تمام. اخدته كده فضلت اقلب فيه وحبه حبه، ورحت بقى ايه، ابتديت بقى ان انا املى البرطمان اهو. ماشي. البرطمان ده فيه كل حاجه بقى، اللي نفسه في حاجه يجي في البرطمان ده. علشان بقى ايه، يعني ما نحرمش حد من حاجه. اهو حطيت كده بشرة جزر من فوق. ايه في خيارايه ايه ما شفتهاش انا وانا بصور صدق. هموت انا دلوقتي اخش في الفيديو اخد الخيارايه دي احطها في المشكل، حرام ده ولا حلال؟ حته هريسه شطه كده. بس تمام كده. اهو. ايه رايكم في شويه المخللات الحلوين دول؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم كده يا رب، اللهم امين. بس يلا بينا بقى نعبي الصلصه بتاعتنا. اهو بصوا، انا عندي في الهاند بلندر في اللي هو الكوبايه دي بتساعدني كتير قوي يا بنات والله. وهنا طبعا انا كنت مستعجله، وطبعا كان الوقت عندي اتاخر قوي، واقفه يعني وقفه طويله بساعات طويله قوي قوي قوي. فاهمين ازاي؟ ف يعني ما صبرتش على الصلصه دي لحد ما ايه، إيه ما تعمل يعني، فاهمين ازاي كده. هنا اهو عملت بقى ايه، هنا عصير برتقان، عصير برتقان بالجزر، تمام. عصرت البرتقان يا بنات، وبرده ضربت الجزر، سلقت الجزر وصفيته، تمام، وضربته كده وصفيت بقى الايه، البرتقان عليه. خلاص برضو نعمل كام كيس برتقان كده حلوين، برضو ايه نبقى نفطر عليه كده، ولا مثلا بعد ما نفطر ولا حاجه نشرب شويه برتقان كده عصير بالجزر. انا بموت في الجزر برتقان بالجزر، يا بعشقها والله العظيم، بتبقى طعمها جميل جدا. عصاير برضو حلوه اهو. الكوبايه دي بصراحه مساعداني في كل حاجه، بتسهل عليا حاجات كتير قوي قوي قوي.
بتخليه يعني ايه الكيسه محكمه، فاهمين ازاي؟ يعني بتخليني ان انا اقلب براحتي واملاها براحتي، فاهمين ازاي؟ وليها معيار معين انا يعني ما بطلعش عنه. هنا بقى الفراوله قطعتها، نضفتها وقطعتها تمام اهو. وبعدين بقى في الحاجات اللي بتقع دي يا جماعه انا اكلتها اهو. عملتها بقى على كيسين لان احنا بنحب الفراوله قوي، يعني ما جبتش كتير، ده غير طبعا اللي اتاكل مني، فاهمين؟ اول ما طب اعمل لنا طبق، طب اعمل لنا حبه، طب اعمل لنا مش عارفه ايه، اكلوا مني يعني كده كتير، فقلت لهم لا خلاص بقى، وبعدين ده كده الفراوله هتخلص اهو. عملت كيسين كده حلوين علشان برضو يتعملوا عصير برضو ايه على الفطار كده ولا حاجه. الحاجات دي جميله والنبي انا اخد المخللات دي واروح اقف على اول الشارع ابيعها، والله هكسب. هنا بقى يا بنات قطعت الجزر وسلقته عشان هعمل ايه، بزله بالجزر. بسلق الجزر اهو. لو عندك المصفى اللي هي بتتحط في الحله هتنجز معاكي كتير بدل الشلل اللي انا فيه دوت. بصراحه انا حطيت الاول الجزر عشان الجزر بيبقى مسكر كده، فبيتقلب بيسكر الميه، فاهمين ازاي؟ فتحطي بقى البزله تبقى تمام معاكي اهو. وتحطيها ايه، بتطلعي من الميه السخنه على الميه الساقعه. عندك تلج بقى طبعا بتحطي التلج تمام. قطعت هنا اللهم صل على النبي. هنا وزعت كده برضو زي ما قلت لكم، بنوزع كده معلقه 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 لحد ايه ما الكياس بتظبط. هنا عملت كام كيس؟ بسم الله 4. خلاص عملت كيس صح كده. بحط بقى شويه جزر كده واقلبه تمام وخلاص كده. كده اهم التفريزات بقى اللي احنا عملناها. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. واتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وبالله عليكم لايكات كتير وكومنتات كتير علشان الفيديو بتاعي يترفع. ويعني ايه انا تعبت في الفيديو ده كتير كتير كتير. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.